قبل البدء في فيديو اليوم أدعوكم بالاشتراك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللغة العربية أو صابوني باللغة الفرنسية، والضغط أيضا على الجرس الذي سيظهر بعد اشتراكك ليصلك كل تنبيه بعد وضع الفيديو مباشرة على القناة، وبهذا الشكل تكون أنت الأول في مشاهدة الفيديو. السلام عليكم شباب، معكم وليد من قناة كريد وليد. أعلنت اليوم الشركة اليابانية سوني عن خامس هاتف جديد لها للعام الحالي، وهو هاتف إكسبيريا L1 الذي ينتمي للفئة المتوسطة. فخليكم معنا راح نتعرف عن مواصفات الهاتف مع بعض. ويأتي هاتف إكسبيريا L1 بتصميم مشابه لتصميم هاتف إكسبيريا X مع مواصفات متطورة. فيأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5.5 إنش بدقة HD وهي من نوع LCD. أما المعالج فيأتي من ميديا تك MT 6737 T بتردد 1.45 جيجا هرتز. أما الذاكرة العشوائية فتأتي ب 2 جيجا بايت زائد ذاكرة داخلية ب 16 جيجا بايت. أما من ناحية التصوير فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية ب 13 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وببطارية 2620 ملي أمبير، وهو يدعم منفذ USB Type C. ومن ناحية الاتصال فيأتي الهاتف بشريحتين تدعمان الجيل الرابع ويوجد فيه ال NFC. أما من نظام التشغيل فيأتي الهاتف بأندرويد نوغا 7.0، والألوان الموجودة حاليا هو الأسود، الأبيض، الوردي. هذا كل ما كان في فيديو اليوم، لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم وليد، مع السلامة.